تلعبني ألعب وبواجه الدنيا وبغلب وتشكك وانا واثق فيا واللحظة الصعبة بعديها. فرق وماليش ملكة لو حتى السكة ما سالكة، أستاذ في الشدة وبتعامل بسايسها وبقدر أمشيها. السلام عليكم ورحمة الله ويسعد أوقاتكم جميعا، وأهلا وسهلا فيكم محبين قناتي قناة مغتربة في السويد. كيفكن يا أحلى عالم بالدنيا؟ بتمنى تكونوا بخير، وإن شاء الله عيد مبارك علينا وعليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية إن شاء الله بألف خير. هاي نعيد عليكم مرة تانية مجددا، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا بأجواء العيد وين ما كنتوا تكونوا ببلادكم العربية ببلادكم الأوروبية. إن شاء الله تكونوا هيك انبسطتوا واستمتعتوا بأجواء العيد. وهاي رحلتنا وأجواءنا آخر يوم العيد. اجينا على هذا المكان على البحيرة، مكان كتير حلو هادي ولطيف مثل ما انتوا شايفين. وما في حدا غير نحنا وعيلة تانية كمان اجوا قاعدين جربنا. فالمهم أخذنا الفطور الظريف اللطيف الخفيف معنا، عملنا بريق شاي وحطينا حبة مكدوس مع حبتين لبنة وحبتين زيتون مثل ما أنتم شايفين، وزيت وزعتر، لأنه عن جد اشتقنا لهاي الأجواء إنه الواحد يطلع يفطر بالطبيعة الخلابة، الطبيعة الرائعة. كمان الأجواء مثل ما أنتم شايفين تعمل هدوء بالنفس. فاطلعوا يا جماعة على أقرب مكان عندكم، يعني قريب منكم، بحيرة ولا نهر ولا أشجار ولا بحار، فاطلعوا انبسطوا. وكمان خلي ولادكم يفرحوا، لأنه في ناس كتير تواصلت معاهم فقالوا لي مضى 3 أيام العيد ولا رحنا ولا أجينا ولا طلعنا من البيت. فليش يا جماعة؟ هو العيد فرحة، وهذا الشي كمان هو الله أكرمنا فيه وأعطانا إياه، يعني بعد طولة شهر رمضان المبارك إنه نفرح ونستمتع. فال3 أيام لازم يعني نطلع فيهم ونفرح فيهم قدر المستطاع، يعني مو ضروري الواحد يتكلف يروح على أفخر المطاعم ولا أفخر الملاهي ويفت مصاري. فرحلة بسيطة مثل هاي الرحلة يعني، فتخلي أولادكم يفرحوا بنفس الوقت انتوا تغيروا جو، لأنه عن جد القعدة جنب البحر يا جماعة طاقة إيجابية رهيبة. أنا الممكن مش ممكن الصعب مني يتمكن، أنا حيرتي ما بغلبش تتعبني الدنيا ما بتعبش. أنا الممكن مش ممكن الصعب مني يتمكن، متمسك في الممكن ده عطري بيجري وما يوقفش. تضرب تقلب عادي تتشقلب تتسد وصادي والدنيا هتلوي بوسها على مين ده أنا ملك. وهاي النار كان في نسمة هوا باردة، أصرت بنتي تشعلها، والله ما شاء الله قدرت تشعلها مثل ما أنتم شايفين بالحطب. فهي حست بشوية برد، والحطب ما شاء الله أكتر منه ما في عنا. تعرفوا معلومة عن السويد، فيها ما شاء الله نسبة كتير كبيرة من الأشجار، يعني حتى هي تصدر لبلدان تانية الأشجار الخشب الموبيليا هذا كله من عنا يا جماعة. حتى الورق كمان هون عندهم نسبة كبيرة لنسخ الأوراق، يعني الأوراق مثل ما إن البريد دائما نحكي لكم، يعني عن جد كتير عنا، يمكن بالشهر شي 1000 ورقة تجينا من الدوائر الحكومية وهيك يعني. فالمهم إن شاء الله تكونوا غيرتوا كمان انتوا جو معنا بهالأجواء اللطيفة. هلأ رح نترككم فاصل صغير مع الفيديو. لا بسلم ولا فاضي، مين يقدر يوم على احباطي؟ انا زي الموج ماليش كتالوج وكلمة لا مش في حالي. انا سايق مركبي والكورة في ملعبي، انا قدك يا حياة مهما تركبي، انا ماشي انا عارف قوتي فبراحتي تظبطي. انا الممكن مش ممكن الصعب مني يتمكن، انا حيرتي ما بغلبش تتعبني الدنيا ما بتعبش. انا الممكن
كنت تاركة والله أنا الصوت على طبيعته، لكن مثل ما خبرتكن كان الهواء كتير شديد، يعني تعرفوا لما يكون صوت الهواء فمزعج للمشاهد، يعني وقت تحضروا فيديو ويكون صوت الهواء ما بيخلص الفيديو إلا أذانكم طارت يعني من صوت الهواء. فمشان هيك رجعنا عملنا إعادة مونتاج، وإن شاء الله يكون هالمونتاج كان حلو، يعني حبينا اليوم نغير شوي بالمونتاج. وهلأ هون راح أفرجيكم هون في مكان يعني فيه حنفية مي، وهي الأماكن الكرفانات كمان هي للاصطياف، يعني بيجوا بالصيف هلأ يعني يبدأوا الناس من فصل الربيع يجوا يستأجروا يعني هاي الكرفانة يقعدوا فيها، ففيها منامة، فيها تخوتة، يعني فيها كل شي، يعني في مطبخ مثلا بيكون في حنفية، الناس يعني بتجيب معاها احتياجاتها يعني من أغراض مطبخ وهيك أشياء. وكمان فاتحين هون ألعاب بسيطة، ألعاب يدوية يعني مجانية، مثل هيك زحليطة للأطفال. ومكان عن جد كتير كتير حلو، هو قريب عنا بالمنطقة، يعني هو صار بنروح له مشيا على الأقدام وبعد ما رجعنا حبينا هيك نعمل تحلاية، فحبيت أعمل العوامة يا صبايا. أنا جربتها برمضان بس ما صورتها عن جد، لأني ما صورتها فكتير كتير زبطت معي والله. كانت عندي صديقتي وداقتها وأكلت منها، فما صدقت إنه هاي شغل يدوي، يعني فكرتني إنه أنا مشتريتها من المحل، لأنه عن جد كانت كتير كتير طيبة، والقرشة فيها ما شاء الله يعني ظاهرة. فحبيت أعملها بما إنه نجحت معي يعني أخيرا وهون الخفاءة كسرت معنا. فالمهم الطريقة يا صبايا، حطيت 4 كاسات طحين، معلقتين خميرة، معلقة سكر، مع 3 معالق نشا، فتخلطون أول شي على الناشف، و3 كاسات مي. وهيك جهزنا القطر. بدي أحط له كمان شوي يعني كم نقطة من ماء الزهر حتى تعطي الطعمة مظبوطة. والأساس بهاي الخلطة يا جماعة لازم تضلوا تحركوها يعني. وحاولت أنا أول شي بدي أعمل طريقة القنينة، لأنه شفت في عالم يحطوا العجينة بقلب القنينة إنه تكون هيك تجي القطعة مدورة، يعني مثل شكل العوامة، بلا ما يطلع لنا شكل مثل البطة ولا شكل مثل الحصان ولا شكل مثل الأرنب. بتعرفوا هاي العجينة وقت نحطها بالزيت بتطلع لنا أشكال ألوان، فما زبطت معي تبع القنينة، ما بعرف كيف طلعوا. فرجعت قلت خلينا على الطريقة المعتادة بالمعلقة، مثل هيك تغطوا المعلقة بالزيت حتى فورا تنزل القطعة. وعملناها بهذا الشكل ما شاء الله، وتحلينا وتسلينا، وإن شاء الله تكونوا كمان أنتوا تسليتوا معنا بهالأجواء اللي شاركناها معكم. انا الممكن مش ممكن الزعم مني يتمكن، انا كده ما بغلبش، تتعبني الدنيا ما بتعبش. وشوفوا لي على هاللون ما شاء الله والله بشهي. وإذا وصلتوا معنا لنهاية الفيديو بتمنى منكم الدعم للقناة سواء باللايك وبالتعليق الحلو اللي يعبر عن أخلاقكم وكرمكم. والسلام عليكم ورحمة الله. انا الممكن مش ممكن الزعم مني